ايه؟ انا نفسيتي وحشه وبشرتي اوحش، انا عايزه اروح مركز تجميل. ده بدل ما تقولي عايزه اروح مصحه علاجيه وانتي ما فيكيش حته سليمه. انت في ايه؟ انت هلاتك السودا عامت قلبك ولا ايه؟ عايزه اقول لك بقى ان انا لو متجبسه كل كده حته واحده كده متحنطه وبشرتي نضره هبقى سعيده ولا كأن في حاجه حاصله. وبعد 7 ساعات محايلة ومعايرة بهالاتها السوداء أخيرا رضخت لإرادتي ونزلنا. ادينا وصلنا اهو. عايزه تعملي ايه؟ عايزه اخليهم يغيروا لي شكلي خالص عشان نفسيتي تتحسن كده، عايزه اخليهم يخلوني شبه نانسي عجرم. نانسي عجرم ايه بنضارتك دي؟ ما تطلبوش المستحيل، وبعدين ده مركز تجميل مش هنعمل عمليات تجميل. انت هلاتك السودا عامت قلبك ومشاعرك. السلام عليكم. لو سمحتي عايزة أبقى شبه نانسي عجرم. عينينا. ايه الخطوات؟ ايوه فيها تمرين الابلكيشن ده. لا حضرتك مش شايفة؟ امليه خدي امليه. حاضر. عايزة أبقى شبه نانسي عجرم بسرعة. ايه ده عملية تجميل؟ ايوه شفتي طلعوا بيعملوا عمليات تجميل اهو. اخدت الجون بقى حاولت افتح فيه، معرفتش افتح عشان الجبس، قمت شداه بسناني قطعته، ما الجيش قال لك اتصرف، وقعدت البسه كده كسترونج اندبندنت نانسي عجرم. وطبعا انا عندي خبره كبيره جدا في العمليات، انا 4 عمليات الله اكبر عليا. قالوا لي قلعي الطرحه، رميتها في وش توته ولبست البونيه، لفوا لي بقى البتاع البيضه دي على راسي كده، حسيت ان انا في كوافير وهيغسلوا لي شعري. وبعدين الدكتوره جابت الجهاز ده قالت لي ده هنكشف بيه عن بشرتك الاول، دي اول خطوه. هنا في لقيت التهاب شديد جدا تحت الجلد، ولكن لو جيت بصيت كده من فوق الجلد مش هيبان حاجه. بعد مرحله الكشف الدكتوره بتختار الغسول المناسب لبشرتك وبتبدا تعمل لك بيه بشرتك وتدعك وتدعك، ثم استخدمت هذا التونر لتعادل البي اتش بتاع الوجه. هي قالت لي كده، وانا كخريجه علوم قلت لها طبعا البي اتش مهم جدا للوش. وبعدين جابت بقى الجهاز ده اللي بيطلع الدهون المتراكمه جوه البشره، ولو تركزوا تاخدوا بالكم هتلاقوا ايه، في حاجات بقى بيضه، الدهون اللي طلعت من مناخيري عادي، احنا مش هنقرف من بعض يا جماعه، يعني احنا بقينا اهل واسره، ولا حياء في العلم ولا علم مع الحياء. قالت لي الكشف اثبت ان انت عندك التهابات في الوش، ولو عملنا حمام بخار عشان نفتح المسام وشك هيلتهب اكتر، فاحنا هنحط الماسك ده بديل البخار بيفتح المسام. ريحه النعناع دي بتخش في مناخيرك كده تحسسك انك نفسك في كوبايه شاي وسندوتش جبنه. وبعدين جابت بقى الجهاز ده ونزلت في وشي بالبتاعه دي زي ما انتم شايفين كده بالظبط. انا ما كنتش فاهمه ايه دي، بس هي قالت لي ان دي بتشيل طبقه من الجلد الميت اللي على الوش. وفجاه لقيتها جايه بموس، قلت لها لا 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 اصل اللعب في الوش ما فيهوش معلش. قالت لي لا ما تخافيش، ده ايه انا هقشر لك بيه الجلد الميت اللي على الوش. قلت لها ما انت لسه شايله الجلد الميت. قالت لي لا ما دي طبقه ثانيه. قلت لها طب ما تشيلي جلدي كله نغسله وناخده فمين كده ونرجعه تاني، لان واضح ان هو فيه طبقات كتير مش كويس زي ما انتم شايفين كده، عماله تطلع جلد ميت. وطبعا البيبي هير اللي بيبقى في الوش، والواحد بيبقى عايش ايه فاكر نفسه حلو وامور ومش عارف ان في طبقات منيله كتير على وشه. نيجي هنا بقى المرحله من الاتقان في العمل اللي انا بكرهها، لما شلنا كل الطبقات دي بدا يبان ايه الدهون المتراكمه العنيده اللي مش راضيه تطلع، فبنبدا نطلعها بالابره العنيده الرخمه. اصل لو انت دهون عنيده فاحنا اعند منك. والخطوه دي انا ما بحبهاش لان انا بيني وبين الابر دي عداء شخصي، يعني هبقى احكي لكم عليه بعدين. وننضف تاني، اصل القطنه ما بتكدبش. وبعدين حطيت لي بقى حاجه كده قامت حرقاني، قلت لها ايه ده ايه ده ايه ده؟ قالت لي ده حاجه اسمها محلول النضاره، ده هيخلي بشرتك نضره نضار منظور. وهنا بدات تحط لي الماسك بقى الوردي الجميل ده، ولعلمكم هي دكتوره دارسه يعني واخده شهادات كتير جدا، فتبقي قاعده تحت ايديها وانت مطمنه كده، سيبي نفسك خالص. وبعدين حطيت لي ماسك برتقان على وشي، وحطيت لي سيرم معالج للشفايف، ثم حطيت لي بق فوق بقي، وحطيت لي عين فوق عيني. وده المنظر النهائي الممتع والمخيف في نفس الوقت. وبعدين حطيتني تحت الجهاز ده، لبسوني نظاره الغواصين وشغلت الجهاز، وفجاه احمر ازرق اصفر اخضر احمر ازرق ديسكو اشتغل. هنا بداوا يصحوني زي ما انتم شايفين كده، ودعكت بقى الماسك كده وبدات تشيل الحاجه من على وشي. وبعدين حطيت لي ماده على وشي، قالت لي دي اسمها بديل السكين بوستر. مش هكدب عليكم هي حرقتني برضو شويه في الاول. وهنا دي المرحله العلاجيه. فجاه لقيتها بتفتح حاجه كده مليانه سنون، قلت لها لا 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 لا. قالت لي ما تخافيش خالص مش هتتوجعي نهائي. وقامت ايه فاتحه الجهاز ده، قالت لي ده بيحدد لك المكان اللي هنشتغل عليه، وهي بتحدد بقيه الحاجات على حسب احتياج البشره بتاعه الجثه اللي راقده قدامها. انت وقوه تحملك بقى، يعني انت لو فرفوره زيي ممكن ايه تحسي بشكشكه بسيطه، فدونت ووري. حطت السيرم ورجعت دخلته تاني بالجهاز ده، غير الحاجات الكتير اللي بيعالجها، يعني شيء رائع رائع فوق الممتاز. ودي احلى مرحله بقى، التلج اللي بتمشيه على وشك بعد كل اللي حصل فيه. الجلسه دي اسمها الجولدن سيشن، عليها خصم بمناسبه العيد، ولو رحت قلت لها انا من طرف الاء 1 2 3 هتديك خصم زياده 10%. جلسه فظيعه بخصم فظيع، فرصه لا تعوض. يا حلاوتك يا جمالك
خلت للحلوين ايه؟ بتعملي يا الاء؟ بحط من الروتين اللي الدكتوره ادتهوني مناسب لبشرتي، اللي احطه بعد الجلسه بقى استمر عليه. وقالت لك ده هيخليكي شبه نانسي عجرم؟ نانسي عجرم ايه وبتاع ايه؟ ده كلها فلاتر وميك اب، لكن انا بصي حلاوتي يا بت، بصي جمالي. مش شبه نانسي عجرم برضو. بت انت السواد اللي في قلبك طفح في هالاتك السودا. مالكيش دعوه يا حبيبتي بهالاتي، انا خلاص حجزت مع الدكتوره جلسه وهروح اعالج هالاتي السودا. حلاوتك يا جميله. خلاص كفايه، هتخلصي الازازه في مره واحده.